سلام سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيتو تحضروا بوشنيخه مورقه مقرمشه ما كتشربش الزيت؟ تبعوا معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخير. غادي نشارك معكم جميع الاسرار باش تنجح معكم ان شاء الله بوشنيخه تجيكم مقرمشه كيف ما كتشوفوا معنا، اكثر من رائعه. غير بثلاثه ديال المكونات اولا بمكونات بساطين غادي تحضروا تبارك الله واحد الكميه اللي كتكون يعني مهمه من بوشنيخه. فخليكم معنا في الفيديو حتى الاخير باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ففي واحد البول كيف ما غادي تشوفوا معنا كنديروا يعني الزبده، ربعه ديال الزبده اللي مذابه. هنا عندنا نص كاس ديال المزهر اللي كيكون النوعيه ديالو مزيانه من الاحسن. هنايا كيف ما غادي تشوفوا معنا فغادي نضيفوا داك نص كاس ديال المزهر، وغادي نضيفوا كاس كيف ما كتشوفوا الاول ديال الحليب. من بعد غادي نضيفوا كيف ما غادي تشوفوا معنا الكاس الثاني، يعني توتال 2 كيسان ديال الحليب مع ديك الزبده اللي كتكون مذابه كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو. بهذه الطريقه هذه وغادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. غادي نديروهم في البول اللي غادي نكملوا فيه يعني الاضافه ديال بقيه المكونات الاخرين. فهنا كيف ما غادي تشوفوا معنا هنا غنضيفوا معلقه كبيره اولا كيف ما كتشوفوا غير الخل، يعني ما تكثروش الكميه بزاف. وغادي نضيفوا مليحه طبعا على حسب الذوق. وغادي نبداو في الاضافه ديال دقيق الفورص اللي طبعا كيكون مغربل. بالنسبه لينا حنايا في هاد بوشنيخه هادي فراه درنا كيلو ديال دقيق الفورص كيف ما هو موضح قدامكم. فطبعا راه مغربل من قبل. وبدينا كنخدموا المكونات مزيان مع بعضياتهم وحنا كنضيفوا في الدقيق الفورص. وحنايا يعني كنجمعوا وراه عندنا الخماره ديال الحلوى كيف ما غادي تشوفوا معنا غادي نضيفوها حتى يعني نجمعوا العجينه ديالنا مزيان. فكيف ما هو موضح حنا كنضيفوا في الدقيق وحنايا كنجمعوا حتى غادي تشكل لينا عجينه اللي كتكون متماسكه. هنا كيف ما غادي تشوفوا غادي نضيف واحد الساشيه ديال خماره ديال الحلوى بالفئه ديالها 8 غرام كيف ما هو واضح قدامكم في الفيديو. وغادي نخدموا المكونات مزيان مع بعضياتهم. بالنسبه للقوام ديالها بوشنيخه ما كتبغيش نهائيا تجي مرخوفه اولا كتلتصق في اليدين. فعلى هكذا العجينه خصها تكون مجموعه مزيان، يعني راه غير ديك الرابعه ديال الزبده يعني راه كتجمع لكم كيلو ديال الدقيق. وعاوتاني راه كيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق ديالكم نتوما، يعني تقدر تهز لكم كيلو تقدر تهز لكم اقل من كيلو او لا اكثر، مهم على حسب. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه راه شي شويه قاصحه، كنحاولوا اننا نخدموها مزيان. من بعد غادي نديروها في واحد البلاستيكه اولا سلوفان اولا بلاستيك غذائي، المهم اللي متوفر عندكم نتوما. غادي نخليوها غير حتى ترتاح واحد شويه. هانتوما كيف ما كنوريكم العجينه راها قاصحه، يعني ما كتلصقش في اليدين. كنحاولوا نجمعوها هكذا نشكلوا على شكل كره، وغادي نديروها في بلاستيك غذائي وغادي نخليوها حتى ترتاح واحد شويه. من بعد عاد غادي كيف ما غادي تشوفوا معنا غادي نبداو كنشكلوها يعني على شكل واحد القطع متساويه. تقدروا تستعملوا الميزان الا بغيتوا، يعني باش يجيوكم القطع متساويه تقدروا ديروا الميزان. هنايا خليناها واحد شويه. فكيف ما كتشوفوا غادي نبداو كنطلقوها غير واحد شويه بالدلاك غير باش نعطيوها شي شويه ديال الفورمه باش ملي نجيو نقطعوا الطروفه ديال البوشنيخه يعني يجيونا تقريبا متساويين كيف ما هو موضح قدامكم بالاستعانه بالدلاك كيف ما كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معنا. من بعد غير بالاستعانه بالموس اولا المهم اللي متوفر عندكم نتوما. هنا كيف ما كتشوفوا قطعناها من النص ومن بعد قطعناهم على شكل يعني قطع صغارين اولا مستطيلين. حاولنا ان نجيبهم متساويين، ماشي بالضروره انكم يعني تعبروا بالميزان، يعني راه اصلا بوشنيخه في الاخر يعني كتجي متساويه ومقاده. مباشره كنحطوها في البلاستيكه وغادي نخليوها باش ما ديش لينا ديك القشره في العجينه. بهذه الطريقه هذه صافي. هنايا غادي نديرهم في بلاستيك نغطيوهم ونخليوهم حتى يرتاحوا. من بعد فوق سطح العمل كنطلقوا
الكرات او المستطيلات بهذه الطريقه هذه. حاولنا اننا نحيدوا ليهم الجنيبات غير باش ملي ندوزوهم في الوراقه او الماكينه ديال الخاصه بالشباكيه وبوشنيخه، يعني ما كيبقاوش لكم هذوك الجوانب حيت كيتخسروا في مع الوراق. بهذه الطريقه هذه كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو. كنديروا شي شويه ديال الدقيق، يعني نحاولوا انكم ما تكثروش نهائيا الدقيق بزاف. هنايا في الوراقه كنحاولوا اننا ندوزوها يعني من الجهه الغليظه، وحنايا غاديين وكنرققوا على حسب الماكينه ديال كل وحده فيكم كيفاش كتخدم وكيفاش يعني نتوما كتخدموا بها، راكم غادي تكونوا طبعا عارفين. صافي هنايا كنبداو كندوروا، كنحاولوا انا نرققوها من يعني من الواحد وحنا طالعين 2 3 4 5 6 7. بالنسبه للماكينه حنا ديالنا فيها حتى 8 يعني ديال المستويات. هنايا كنديروا بهذه الطريقه كنستمروا حتى يعني غادي تورق معنا العجينه. غنديرهم كاملين بنفس الطريقه وغادي نحطوهم طبعا في واحد المنديل اللي كنكونوا موجدينه من قبل باش كنحطوهم، وطبعا غطيو عليهم باش ما كيديروش لكم القشره نهائيا. بهذه الطريقه هذه هذا هو السمك كيف ما كتشوفوا، يعني اقل سمك ولا ارق سمك عندكم ديروها به. بهذه الطريقه غادي نحطوهم وغادي نكملوا هانتوما كيف ما شفتوا بنفس الطريقه. غادي نطلقوا شي شويه بالثلاك. طبعا العجينه ديالكم راه كتكون ديجا عطات الطوع وما بقاتش نهائيا لا قاصحه ولا حتى شي حاجه. وكيف ما شفتوا هاد بوشنيخه هذه راه ساهله يعني وسريعه، ما فيهاش تماره بزاف. والمكونات راكم شفتوا راه غير الحليب والمزهر والزبده ودقيق الفورس، يعني راه ماشي شي حاجه اللي كثيره او مكونات كثارين. هاد البوشنيخه هذه صراحه كتعجبنا بزاف، وانا شخصيا كنفضلها على الشباكيه، وكل واحد كيبقى الراي ديالو يعني حر، ولكن انا كتعجبني هذه بزاف. هنا كيف ما شفتوا طلقنا العجينه بهذه الطريقه، حيدنا الجنيبات وغادي نعاودوها في الوراقه كيف ما غادي تشوفوا معنا. طبعا راه ما بينش لكم بالنسبه للتوراق كنديروا في يعني اغلظ سمك كاين يعني الواحد، وحنايا يعني كنطلعوا في النيفو حتى غادي نديروها رقيقه. وراه كما قلت لكم اي وحده صايبناها يعني كنصايبوهم كاملين عاد غادي ندوزو باش ندوزوهم في الماكينه يعني اولا في الجهه الاخرى الخاصه بالتوراق. بهذه الطريقه كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو، وراه ما كتلصق لكم في الماكينه ما حتى شي حاجه، غير تبعوا الطريقه كيف ما شرحناها معكم. هنا كيف ما غادي تشوفوا معنا حطيناهم كاملين طبعا في منديل اللي كنا مفرشينه من قبل وكنغطيوهم طبعا باش ما كيديروش لينا القشره. صافي غادي نبداو باول وحده درناها كنديروها في يعني في الوراقه اللي خاصه بوشنيخه بهذه الطريقه هذه. صافي وكنبداو كندوروا طبعا، وراه كنحطوا يدينا من التحت باش الخيوطه ملي كيخرجوا كنخرج يعني كنكونوا ديجا قابطينهم بهذه الطريقه هذه كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو. البوشنيخه راه كتبغي العوين، يعني شي كيدور وشي كيقبط. بهذه الطريقه هذه الخيوط ملي كنحطوهم راه البوشنيخه اسهل منا ما كاين، غير كنبداو كنقرصوهم. طبعا ملي كنكونوا حيدنا هذوك الشعيرات اللي كيكونوا مقسومين راه كنحيدوهم طبعا وصافي كنبركوا عليها بهذه الطريقه هذه. واي وحده بركنا عليها كنقطعوها بالموس، وملي كيف ما شفتوا كنحيد دوك الجنيبات اللي يعني الشعيرات اللي ماشي كبارين صافي. وبهذه الطريقه هذه كنحطوهم وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا يعني الكميه اللي عندنا كامله. هنايا كنحاول اننا نحلوها واحد شويه وكنقرصوها من الجنيبات باش ما كيتخسرش ليها الفورمه ديالها اولا الشكل ديالها. كنحطوها مباشره في بلاطو، غادي نخليوها حتى كتنشف مزيان. عاد غادي ندوزو باش نقليوها معكم ونديروا ليها العسل. يعني الطريقه راها مشروحه وموضحه قدامكم في الفيديو، كتجي اكثر من رائعه، ما شارباش نهائيا لا زيت لا شي حاجه. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا يعني الكميه اللي عندنا كامله. اسهل من هذه الطريقه هذه راه ما كايناش، بلا طابع بلا حتى شي حاجه. بوشنيخه كتحضر معكم بكل سهوله. طبعا العسل راه كنكونوا ديجا موجدينه من قبل
حنا كنصايبوه في الدار، تقدروا ديروا الجاهز او المهم، حيت نتوما عارفين باللي التعسال ديال هاد المعسلات كيبغي يعني يكون كتير. من الاحسن صايبوه في الدار. الا بغيتو الطريقه ديال العسل اللي كنصايبو حنايا، خليو لينا في لي كومونتير ديالكم. بهاد الطريقه نتوما كيف ما كتشوفوا راه كيكون خاسر زوين بزاف بزاف، وراه كيلصق لكم في البوشنيخ. بالنسبه للقلي فراه كنديرو في مقله اللي كنقليو فيها الزيت حتى كتسخن مزيان، عاد كنبداو كنلوحو في هادو في الطريفات ديال البوشنيخه طبعا، وكنقلبوهم بهادي اولا فرشيط اولا عويدات ديال العود اولا المهم اللي متوفر عندكم، غير كيذهب ليهم اللون ديالهم كنحيدهم، ما كنخليهمش نهائيا حتى يتحمروا بزاف. ما تنسوش انهم ملي غادي تعسلوا عاد غادي يبان ليهم داك اللون الذهبي اللي كيكون زوين. ها نتوما كيف ما هو موضح قدامكم في الفيديو، راه كيجيو اكثر من رائعين. هنا مباشره كنحطوهم في واحد الصفايه اولا الكسكاس يعني ديال البرمه، راكم عارفين كنصفيو فيه، الو تقدروا ديروا شبيكه، المهم اي حاجه اللي تقدر تصفي لكم فتقدروا تستعملوها يعني بكل اريحيه. بهذه الطريقه غادي نستمروا بنفس يعني هذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا ديال البوشنيخه كامله ونرجعوا معكم. صافي هنايا ملي كنكون كملنا الكميه كامله، فدوك الجنيبات ديال البوشنيخه كنديروهم في الزنجلان اللي كيكون بيض، تقدروا ديروهم في زنجلان، تقدروا تخليوهم غير كيف ما هما، راه كيجيو اكثر من رائعين. وغادي نجربوا معكم وحده القرمشه ديالها كتهضر على راسها، نهائيا ما كتجيش فيها ديك الريحه او النسمه الخايبه ديال الزيت. اصلا راكم عارفين اي حاجه صيبناها في الدار راه كتبقى احسن من شي حاجه مشريه من على برا، كتعرفوا اشنو دايرين في المكونات. وصافي هذه كانت الوصفه ديالنا اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا، ما تنساوش تشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس، وخليوا لينا الراي ديالكم في التعاليق ولي لايك ديالكم. وبالصحه والراحه نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفات جديده.